شلونكم عيني متابعيني؟ شو اخباركم؟ طبعا كل ما اسلم عليكم اسوي هيك هاي الحركة. المهم راح اوقفكم ويا الفيديو. هذا الفيديو مشكل مال ليلة القدر ومال العيد، مصباح العيد، يعني نهاية اخر يوم برمضان ومصباح العيد نقول ايش قضيناها وش سويناها من هالامور. تمام. المهم كل عام وانتم بألف خير، ينعاد عليكم بالخير والفرح والعافية. هي أهم شي العافية، عافية الروح والجسد والعقل. مخنوس لين جاي المرور، دا انتظر بنتي والمرور واقف. المهم لا تنسوني باللايك والاشتراك، بليز بليز بليز. طبعا هنا أنا قعدت بالطرمة، بديتها بالتسابيح، ظليت أكثر شيء عن التسابيح أسويها. قرأت الآيات القصيرة، يعني الأدعية وهواي أمور إلنا والأرواح أمواتنا وهاي السوالف. وأخذتني الصفنات أكيد شوية، كل ساعة واحد يسرح بالواقع وبالأمور، وأكيد يعني كل واحد بينا عنده فد مراد معين أو فد أمنية معينة. وسبحان الله يعني ليلة القدر ما يعني شو أقولكم، استغفر الله خوم، أنا مو جاية دا أقولكم على عظمتها، كل تعرف عظمتها، بس الحمد لله ما تأخرت عني. وبشارتها ثاني يوم الصبح كانت الجواب. ألف الحمد لله والشكر، يوم لكم يا رب، إن شاء الله ما تضيعوها. أنا حتى هذا الفيديو ردت ما يعني تأخرت بتنزيله، بس لازم أنزل لكم إياه، هو هم حلو شوية وبنفس الوقت يعني بشارة ليلة القدر يا جماعة الخير بالإيد، فلا تتهاونون بها، حرامات. هنا أنا شوية بابا عيد يا الله اليمن أدعي على اليمن، لو أدعي المن أدعي لنفسي، لو أظل أدعي مثل ما العمر كلي تفات أنا مدعية لنفسي، كلي أدعي لو الجهالي، لو الأبونا الله يرحمه، أمي وأبويا إخواني، يعني نهائيا ما فد يوم ذاكرة لنفسي، لا والله هاي السنة راح أدعيها لنفسي. المهم يا عيني عندي هواية أريد أدعي عليهم، بس لا، عايفتهم فوضى أمري لله، هو يتولاهم كل من وأعماله. وذا الشقة وياكم طبعا، شو أعدد؟ 1 2 3 هواية، هم هواية. والله ما كنت متوقعة عندي أحد يعني عدو أو شي، هو مو عدو بس هاي الناس بعد أشكال، هي أكو زين وأكو مو زين، الحمد لله والشكر، بس الزين أكثر. عفوها على الله، الله المعين، الحمد لله والشكر. شلون فوق الدلال تيوها عبالك أخذهم فوت ولا الله يحفظكم الرحمن، عبالي أخذهم يتبكون تونسوا أمي. صرصرية. هنا ما شاء الله جيت الخطار شارع الربيع الفرة، كانت ما شاء الله الناس تروش، يا رب دوم بالخير والعافية والبركة يا رب. ما أعرفهم النسوان بس صار هيك في الموقف مضحك. هنا أخذنا لنا فرة من بغداد، يعني هو بغداد شارع فلسطين باتجاه اليرموك. ماكو يعني مطعم مفتوح، وهاي تدرون يعني العالم بعد مال السحور والهاي الأمور كليتها تعبت، فصارت يعني احنا وين حنتوجه؟ هسه راح ناخذ كاهي وجيمر بدربنا نتوجه البيت أختي استحيل نضوجهم لأن هم معيدين قبلنا بيوم، يعني بيت عيالها وهذه. فصدفة لقينا كوفي مفتح، اسمه وشكله هسه حتشوفوه من نوصل. استقبلونا احنا والكاهي والجيمر مالتنا طبعا كلش عادي، بعدها نزلنا الريوق وكانت القعدة كلش حلوة.
بالمناسبة هذا الكاهن الجيمر كرادة خارج، الزيتون اللي بكرادة خارج اللي غاد من عنده أبو الفرن، لأنه حلويات الزيتون اللي بالكرادة داخل كانت ازدحام مو عادي. هذا الكوفي طبعا اللي هو باليرموك مقابل جامعة الحكمة أعتقد، يفتح 24 ساعة برمضان أو غير رمضان، يعني الأجواء كانت هم كلش حلوة. عشان تدوم الصحبة محتاجين شيء من التغافل وشيء من التجاوز، وده من قوة الشخصية، إن اللي قدامي يغلط غلطة لو ما وقفتش عليها هتعدي ومش هتكبر ومش هيكررها، معلش ما تقفش على الواحدة. سيدنا النبي يقول لك المؤمن هين لين سهل، رحم الله امرأ سمحا، يعني عنده تساهل كده وبيعدي، إذا باع سمحا إذا اشترى. وبالمناسبة الكلام أخذ وعطى، والنقاش بيع وشراء، ما احنا بنبيع ونشتري مع بعض في الأفكار وفي الخطوات وفي الخطط، رايح جاي، خليك سمح. سيدنا النبي يقول لك كده إن أشر الناس المشاؤون بالنميمة، اللي بينقلوا كلام سلبي، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون أو الباغون للبراء العنت، اللي بيدور إنه يحطك في زنقة وعنت كده وإنت إنسان كويس بس وقعت منك غلطة. الوقف على الغلط دي مش من صفات الناس الطيبين اللي عايزين العلاقات تبقى جميلة وتدوم. احنا ندى أصور لكم هذا الديكور اللي كلش حبيته. على الفيديو الجاي إن شاء الله أحكيكم على التغافل وفواده. إلى اللقاء مجددا.